Have you ever been to the Med? Have I ever been to the Med? Of course I've been to the Med. I'm in the Med right now. No. I'm talking about the real Med. The real Mediterranean. What's the real Mediterranean? Where's that? South Med, Egypt. Egypt. I love Egypt. Really? Tell me more. Long stretches of white sandy beaches. Turquoise waters like you've never seen. Can you imagine summer 9 months of the year? ده إعلان مجموعة طلعت مصطفى لمشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي على مساحة 5500 فدان في منطقة الضبع. تفتكروا ليه دلوقتي مجموعة بحجم طلعت مصطفى والمطورين كلهم بيتوجهوا للساحل بقوة؟ أمل محمد عقار بيدين هوضح لحضراتكم الجانب الاستثماري للساحل الشمالي. دلوقتي احنا في مصر بنتعامل إن الساحل الشمالي جزء أساسي من حياتنا في الويك أندز أو في الأجازات، بنلاقي أصحابي يلا بينا نروح الساحل، طيب يلا في حفلة إكس المطرب إكس هناك يلا بينا نروح، طيب هنقضي دلوقتي الاجازات موجوده هناك، لو في اي مناسبه في الاعياد، حتى كمان الخلايجه والعرب بيحبوا ان هم يقضوا الاجازات هنا لان هو ده بيصنف من اجمل شواطئ العالم. غير كمان ان المطورين ابدعوا في الانترتينمنت والخدمات اللي موجوده في الساحل، بنلاقي براند نيمز كتير قوي نزلوا بمشاريع وتل ناو هم لسه بينزلوا كمان بمشروعات جديده في الساحل الشمالي، فده كمان عمل عنصر جذب اكتر للساحل. وبما ان طبعا مش كل الناس ان هم بيقدروا او عندهم القدره ان هم يمتلكوا وبيشتروا في الساحل، ففي منهم جزء كبير طبعا بيأجر. ايفن حضرتك كمان لو اخدت حاجه ان انت للترفيه كسكند هوم ليك، او ان انت حضرتك حابب ان انت تروحها يعني تترفه فيها في الاجازات، برضو كمان هتلاقي ان حضرتك بتأجرها في السيزون الخاص بالساحل الشمالي. فبنلاقي ان احنا معدل الايجار السنوي اللي اي عقار بيحصل عليه 10% سنويا حضرتك تقدر تعمله في السيزون بتاع الساحل. لو جربت بس تدخل على ابلكيشن بوكينج في المناسبات او في الاجازات، بتلاقي كل الاماكن او الحاجات المميزه بتكون بوجد كلها، وبيكون كمان بريت عالي. فانت حضرتك كمان بتقدر ان انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني بتشتري حاجه بتسيف فيها فلوسك، وفي نفس الوقت كمان تقدر تأجرها او ان انت تستخدمها لحضرتك اسبوع او شهر كده والباقي بيكون ايجار عادي. غير بقى ان حضرتك انت بتاخد الايجار مقدم، فبتكون مطمن ان مفيش فلوس هتتاخر عليك، ادفع الاول وبعدين استلم الشاليه اجره وهكذا. في كمان جزء بيكون داخل بهدف الريسيل. طب فهنا احنا بنختار برضو مطور كويس بخدمات كويسه، وفي نفس الوقت دلوقتي احنا بنتكلم في اسعار افريج 9 مليون. الاسعار دي ما كانتش موجوده من سنه، يعني احنا لو بنشوف من البدايه خالص بتلاقي الاسعار كانت حاجه دلوقتي بقت حاجه تانية. طيب ليه؟ لان المطورين اولا بداوا يتوجهوا هناك في الساحل الشمالي، فالطلب عليه زاد بنسبه 200% عن 2018، بلس كمان ان الاراضي في الساحل الشمالي لو احنا بصينا من اول سيدي عبد الرحمن لحد اخر الساحل مفيش قطع اراضي كتير، فمفيش لونشات جايه كتير او مفيش اراضي ان هي هتطرح. فبالتالي المطورين هناك سواء اللي عمل قبل كده مشاريع وسلمها واشتغلت البراند نيمز، او سواء اللي لسه بيكون حاجه اندر كونستراكشن، بتلاقي ان هم بيقربوا في السعر، يعني فبتلاقي افريج الاسعار دلوقتي بقت مقاربه لبعض ولسه كمان هتزيد. فده بيدي لحضرتك انت فرصه ان انت ممكن بتدخل بتاخد باقل مقدم، وبعد كده تقدر تعمل ريسيل بعد فتره معينه مش اقل من سنه طبعا. غير كمان صفقه راس الحكمه اللي احنا سمعنا عنها مع الامارات. الصفقه دي كانت بتقول شركه ابو ظبي التنمويه القابضه ستؤسس شركه باسم شركه راس الحكمه، تكون شركه المشروع وستكون شركه مساهمه مصريه. ستكون هي الشركه نقدر نقول زي الشركة القابضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع. المشروع ده هيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة هيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية عشان المدينة. هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحها. بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي ال10 أو ال15 مليار، ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع اللي كانت موجودة في البنك المركزي.
ده كان ملخص صفقة راس الحكمة مع الإمارات. الإمارات معروف عنهم قد إيه هم شاطرين في جذب السياحة، فده كمان عنصر مهم وعنصر قوة هينقل كمان الأسعار في حتة تانية في الساحل الشمالي. وبما إني قلت الإمارات، استنوا فيديو جاي هتكلم فيه مع حضراتكم عن الفرص الاستثمارية اللي موجودة في دبي. ولو حضرتك محتاج مساعدة في اختيار المشاريع ما بين الساحل الشمالي في المناطق اللي موجودة وإيه المميزات وعيوب كل مطور، تقدر تكلمني على الرقم اللي موجود قدام حضرتك. أمل محمد.